السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننجز القسمة التالية وهي للعدد 322.88 قسمة 9.7. المقسوم عليه. هنا المقسوم عليه يحتوي على فاصلة، فيجب أن نضربه في 10 لنتخلص من الفاصلة. نضرب المقسوم أيضا في 10. 322.88 قسمة 9.7 بعد الضرب في 10 يصبح لدينا 3228.8 قسمة 97. تخلصنا هنا من الفاصلة. هنا ضربنا في 10، الفاصلة تزاح إلى اليمين برتبة. آخذ قوسا فوق عدد يساوي 97 أو أكبر. 3 لا، 32 لا، 322 نعم، 322 أكبر من 97. ثم في 322 كم من مرة 97؟ 322 محصورة بين 3 في 97 و 3 في 322 محصورة بين 97 في 3 و 97 في 4، فأخذ 3. أخذ الأصغر. 3 في 97 291. أبدأ من تحت الأقواس، عملية الطرح، يبقى لدي 31، فأنزل 8 يصبح لدي 318. ثم في 318 كم من مرة 97؟ أيضا 3، لأن 318 محصورة بين 97 في 3 و 97 في 4. 3 في 97 291، عملية طرح، يبقى لدي 27. ثم بعد عملية طرح أنزل هذا العدد، أنزل رقم الأعشار، ولا أنسى وضع الفاصلة لأنني أنزلت الأعشار. ونكمل 278 كم فيها، كم من في 178 كم من مرة 97؟ نجد 2 في 97 194، الباقي 84. أنزل رقم هذه أجزاء 100 صفر، أنزله فيصبح لدي 840. في 840 كم من مرة 97؟ 8، و8 في 97 776، عملية طرح، يبقى لدي 64. أنزل الصفر أو رقم أجزاء الألف. في 640 كم من مرة 97؟ 6، و6 في 97 582، الباقي كما تلاحظون 58. فإن الخارج غير منتهي. 322.88 على 9.7. إذا كتبته على شكل كسر هكذا مثلا، فاصلة 88 على 9.7، فهذا الكسر كسر غير عشري، لأنه الخارج غير منتهي، أو ببساطة الباقي يخالف الصفر. لو كان الباقي هو صفر لقلنا أنه كسر عشري، لكنه كسر غير عشري، الخارج غير منتهي. الخارج هنا لدينا 33.286 إلى آخره، غير منتهي، فهذه قيمة مقربة بتفريط. قيمة مقربة بتفريط، فأخذ المقسوم والمقسوم عليه، يعني 322.88 قسمة 9.7. قلنا وجدنا الخارج مقرب بتفريط، يعني جزء الصحيح 33، آخذه أضيف الأعشار 33.2، أضيف أجزاء 100 33.28، 33.286، وهكذا. إذا هنا أقول أن 33 هو الخارج المقرب بتفريط إلى الوحدة. هنا 33.2 هو الخارج المقرب بتفريط إلى العشر. هنا 33.28 هو الخارج المقرب بتفريط إلى جزء 100. 33.286 هو الخارج المقرب بتفريط إلى جزء 1000. هنا قلنا الخارج المقرب بتفريط إلى الوحدة. هنا الخارج المقرب بإفراط، يعني بزيادة، بتفريط بإفراط. ونفس الأمر هنا الخارج المقرب بإفراط إلى العشر. الخارج المقرب هنا هو 33.29. إذا 33.29 هو الخارج المقرب بإفراط إلى جزء 100. 33.287 هو الخارج المقرب بإفراط إلى جزء 1000، وهكذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.